أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. تعالوا نحضر مع بعض حلا الفيمتو، الحلا الرمضاني، ولا ألذ من هيك طعمة ولا ألذ من هيك ألوان. شوفوا الجمال. تعالوا نحضره مع بعض. بحتاج لأي نوع كيك جاهز أو عندي موجود بالبيت بحطه بهاي الطريقة. بحتاج ظرف كريميل، نص كوب من الكريمة، علبة قشطة، كريمة شانتيه، وحبتين من الجبن. رح أضيف عليهم نص كوب من الحليب وأخفقهم. هذا القوام اللي أنا بدي إياه. شوفوا كيف، لا جامد ولا كتير مو متماسك. رح أضيف الخليط هاد فوق طبقة الكيك، أفردهم كتير منيح. بده أقل شي بالبراد حتى يتماسك معي 4 ساعات. وبعد ما حطيته 4 ساعات رح أحتاج لظرف جيلي، كوب من المي السخنة، لحركة كتير منيح حتى يدوب. وبدي أضيف عليه نص كوب من المي الباردة، وربع كوب من الفيمتو أو بديل الفيمتو. وهلأ بدي أسكب الخليط بهاي الطريقة. طبعا إذا بدكم هذا الخليط ما يمتزج مع الطبقة الثانية، بدها تكون الطبقة الثانية كتير جامدة. وهيك بعد ما حطيت الطبقة رح نحتاج نحطه ساعتين بالبراد وبعدها بنقدمه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشاركوني آراءكم وتعليقاتكم. تضلوا بخير ومع السلامة.